دوت بنت في المدرسة الثانوية عندها مشكلة في السمع وما بتتكلمش، وعلشان كده مفيش حد بيقرب منها ودايما لوحدها. بعد وفاة أبوها اللي كان عايش معاها لوحدهم، الست اللي كانت وصية عليها خدت دوت وتعيش معاهم. بنت الست دي نينا مش متعودة يكون عندها أخت، وبتكره دوت من غير سبب. الاتنين بيروحوا نفس المدرسة، بس دوت محدش بيكلمها وملهاش أي أصحاب. أما نينا فهي من البنات المشهورين. في أول مشهد نينا وشلتها بيتريقوا على دوت علشان مش بتسمع وما بتتكلمش. المرشدة النفسية في المدرسة بتشوف اللي حصل وبتنادي دوت علشان تقعد معاها على ترابيزة الغداء، بس دوت بترفض وبتجري على المكان اللي بتحس فيه براحة، حمام المدرسة. هناك بتحس براحة وكأنها مش لوحدها زي كل مرة، بس الهدوء ده مكملش. نينا تدخل عليها وتشدها بعصبية علشان يروحوا مع بعض. أم نينا بتحاول تخلي بنتها ترحب بدوت، بس نينا مش فارق معاها خالص. هي ما جابتش دوت بمزاجها، فمش حاسة إنها لازم تعمل معاها أي حاجة. بالليل بول أو نينا بيرجع البيت وبيلاقي مراته أوليفيا نايمة على الكنبة وسايبة الدنيا حواليها. واضح إنها بتشرب كتير وعندها اكتئاب. ولما بيرجع على السفرة يحس إن الجو مش طبيعي بين نينا ودوت. علشان يكسر التوتر بيقترح إنهم يتعلموا لغة الإشارة علشان دوت، بس نينا تقفله في الكلام وبتمشي. تاني يوم في الفسحة نينا واصحابها قاعدين بيتكلموا كعادتهم. صاحبتها ميشيل تبدأ كلام عن موضوع الهجرية وبتتريق على نينا إنها عندها 17 سنة ولسه ما دخلتش في علاقة، مع إنها تقدر تكلم أي ولد، بس دايما عاملة حدود في العلاقات. في الوقت ده دوت بتلاقي أوضة الموسيقى فاضية وتدخل تقعد تعزف على البيانو. هي كانت بتعزف زمان قبل ما تفقد سمعها، وعلشان كده لسه بتعرف تعزف حلو حتى وهي مش سامعة. واحد من الولاد المشهورين اسمه كونر يسمعها وهي بتعزف ويتشد ليها، بيفضل باصص لها من بعيد لحد ما صاحبه بيقطعه ويبعده. بعد كده دوت بتقابل نينا في الحمام، بتحاول تبعد عنها بس نينا تغصبها تحط روج. دوت تفتكر ان دي لحظة ممكن يتقربوا فيها، لكن لما بتبص في المراية بتكتشف ان نينا مسحت الروج حوالين بقها علشان تبهدلها. في نفس الليلة دوت مش قادرة تنام من كتر ما ابوها وحشها، بتطلع تاخد نفس بره وبتلاقي باب أوضة نينا مفتوح. بتبص جوه وبتشوف نينا نايمة في السرير مع أبوها بول. المنظر بيصدمها وبتدخل أوضتها وهي مصدومة. مش هحاول أعلق أو أضحك على اللي شافته دلوقتي. تاني يوم على العشاء نينا بتطلب تبات عند ميشيل. بول بيرفض لكن أوليفيا بتوافق، ولما بول بيصر على موقفه نينا بتبدأ تحك رجليها في رجليه تحت الترابيزة كأنها بتحاول تغريه علشان يغير رأيه. هو ما بيقولش حاجة فهي تعتبر وافق وبتتصل بصاحبتها. بول بيتعصب على أوليفيا علشان دايما بتخالفه في الكلام. بيحصل بينهم خناقة بسيطة وبعدين بيسيبها ويمشي. بعد ما تمشي دوت تدي لأوليفيا ورقة بتسألها لو ممكن تروح السينما. بول يعرض يوصلها وهي بتوافق وهي حاسة بتوتر. في السينما بتلاقي نينا قاعدة في النص مع شلتها كالعادة. كونر بيشوف دوت قاعدة لوحدها وبيفكر يروح يكلمها لكن أصحابه بيمنعوه. نينا بتحس بشوية ذنب بس بتفضل تمثل إنها مش فارق معاها. دوت بتاخد بالها من نينا وهي بتسد ودانها كأنها بتحاول تحس إحساس الصم، بس لما بتلاقي دوت بص عليها بتبطل. في نفس الليلة دوت ما نامتش من كتر التفكير في اللي حصل، وفجأة بتشوف بول نازل فبتعمل نفسها نايمة وبيقرب منها وبيلمس شعرها وبيهمس لنفسه أنا مش تمام، أنا عيان. هو عارف إن اللي بيعمله في نينا غلط بس مش قادر يوقف مع إنه فاهم كويس اللي بيعمله. هو وافق دوت تعيش معاهم، كان فاكر إن كده ممكن يبعد عن أوضة نينا، بس باين إن ده ما فرقش في أي حاجة. في المشهد اللي بعده دوت قاعدة لوحدها في البيت بتعزف على البيانو. من غير ما تحس نينا ترجع من المدرسة وتقف تبص عليها من على باب الأوضة وهي بتعزف. فجأة سلك من سلوك البيانو يتقطع ودوت تتفاجئ وتشتم بصوت عالي. نينا تتجمد في مكانها من الصدمة. دلوقتي بس استوعبت إن دوت كانت سامعة كل حاجة طول الوقت بس تعمل نفسها لسه داخلة البيت وما تقولهاش أي حاجة. تاني يوم في الفسحة نينا تقعد جنب دوت لأول مرة. دوت بتبصلها باستغراب لكن نينا بتبدأ تحكي لها على تفاصيل خاصة عن اللي بيحصل بينها وبين أبوها. واضح إنها بتعمل كده علشان تستفز دوت، لكن دوت بتفضل ثابتة وهادية. قبل ما تمشي بتقول كده ببساطة إنها ناوية تقتل بول بالمسدس بتاع ميشيل النهاردة بالليل. دوت بتفضل ساكتة بس جواها قلقانة إنها تكون فعلا بتفكر تعمل كده، وعلشان
تشغل نفسها عن التفكير بتروح أوضة الموسيقى تاني وبتعزف، بس المرة دي تلاحظ كونر واقف وبيبص عليها من ورا الباب. بتحس بالتوتر وبتحاول تمشي، بس هو بيوقفها وبيسألها لو تحب يخرجوا مع بعض بحجة يشتغلوا على مشروع المعمل، بس خطته تفشل لما دوت تطلع له التقرير جاهز وكامل. في نفس الليلة العيلة قاعدة بتتعشى، وفجأة كونر بيخبط على الباب والكل بيستغرب. يطلب من دوت تيجي معاه على المكتبة علشان يراجعوا التقرير. دوت بتوافق وهي مش مرتاحة، وفي اللحظة دي ميشيل بتوصل وتدي شنطة لنينا. دوت بتفتكر على طول إن نينا كانت قالت إنها هتستعمل مسدس ميشيل، فبتبدأ تقلق إنها ممكن تكون ناوية تقتل بول. في المشهد اللي بعده دوت وكونر قاعدين في مطعم صغير، وبيبدأ يتكلم معاها عن التقارير شوية، بس بعدين يعترف لها إنه معجب بيها وبيفتكر إنها مش سامعة، فبيبدأ يقول تفاصيل عن إزاي بيتخيل إنه يعمل علاقة معاها. فجأة دوت بتلاحظ إسعاف ماشية ناحية بيتهم، وبتخاف إن نينا عملت حاجة، وبتجري على البيت وبتتنفس الصعداء لما بتلاقي الكل بخير. بعدها دوت بتمشي ناحية أوضة نينا وبتسمع بول جوه بيحاول يقلعها هدومها، وصوت نينا باين عليه إنها زهقت واتخنقت من اللي بيحصل كل مرة. دوت علشان توقف اللي بيحصل كسرت تمثال في الصالة. فجأة الصوت بيلفت انتباه بول فيرجع أوضته، ونينا بتفضل في سريرها وهي بتعيط، ودوت تدخل بهدوء وبتنام جنبها وبتاخدها في حضنها. في المشهد اللي بعده نينا واقفة بتكوي لبس التشجيع بتاعها وبتتكلم مع دوت، وبتقول لها انها هتقتل بول النهارده بالمكوى وتحرق وش دبدوب كنوع من التهديد كده. بس دوت تحس ان نينا لسه مش عارفه انها بتسمع، فبتكمل تمثيل وبتعمل نفسها ما سمعتش ولا حاجه. في نفس اليوم نينا وميشيل بيشجعوا فريق الباسكت بتاع المدرسه. كونر كان في الفريق بس لعبه كان سيء قوي، والمدرب قعده بعد اول كام دقيقه. بعد الماتش كونر ودوت بيروحوا على البسين وبيقضوا وقت سوا. كونر فاكر انها مش سامعة وبيبدأ يحكي لها عن حياته العاطفية، وفجأة دوت بتقلع التيشيرت والاتنين بيعملوا علاقة جنب البسين. وفي البيت أوليفيا بتقول لنينا إن هي وكونر ينفعوا لبعض. الكلام ده يعصب بول ويتهمها إنها بتلبس بنتها لبس مش محترم، وفي وسط الكلام أوليفيا بتخلع هدومها ببطء وبتحاول تغريه، بس واضح إن بول مبقاش حاسس بأي انجذاب ناحيتها. يعني في الآخر هي مش مراهقة. نينا ترجع البيت الساعة 12 بالليل وبتكون مرهقة من اليوم كله تشجيع. بول بيديها شنطة هدية وبيحاول يتقرب منها، وفي نفس الوقت بنلاحظ إن أوليفيا كانت صاحية في أوضتها، واضح إنها عارفة اللي بيحصل بس برضه ساكتة وما بتعملش أي حاجة. نينا بتقول لبول يغمض عينه علشان عندها له مفاجأة، ولما بيغمض بتمشي ناحيته وهي ماسكة المكوى السخنة. كانت على بعد ثواني من إنها تحرق وشه، بس فجأة دوت بتدخل البيت وبتقاطعهم، ونينا بتتراجع بسرعة وبتقول له بكل بساطة أنا حامل. بول بيتصدم من الفكرة، هو هيكون جد لابنه، وعلشان كده لما نينا بتطلب منه $1000 علشان تعمل عملية الإجهاض بيوافق يديها الفلوس تاني يوم. بعدها نينا بتروح أوضة دوت وبتعترف لها إنها ما قدرتش تقتل بول. تاني يوم كانت حفلة المدرسة اللي الكل مستنيها، ونينا بتدي دوت فستان تلبسه في الحفلة. وهم بيجهزوا نينا بتعترف إنها كانت بتكذب بخصوص الحمل، هي في الحقيقة ناوية تاخد الفلوس وتهرب على ولاية تانية. نينا كانت بتحلم إنها تبقى راقصة في كباريه وتكسب فلوس كتير في مدينة جديدة، وبعد ما قالت اللي في قلبها حطت روج لدوت، بس المرة دي من غير ما تبهدل وشها زي قبل كده. بعد شوية بول بيبدأ يدور على نينا وبيفتح شنطتها وبيلاقي فيها فوط صحية. هي كانت قايلة له إنها بقالها أكتر من 6 أسابيع ما جاتلهاش الدورة، وده بيخليه شك إنها بتكذب بخصوص الحمل. بيوريها الفوط وبيقول لها قولي الحقيقة بقى. نينا بتحاول تلف وتدور بس هو مش بيصدقها، فبيقوم يضربها على وشها وبيحاول يعتدي عليها بالعافية. أوليفيا بتسمع بنتها وهي بتصرخ بس كعادتها ما بتعملش أي حاجة. دوت كمان بتسمع الصريخ والعياط وبتوقف العزف وبتفك السلك من البيانو وبتمشي ناحية الأوضة. وفي اللحظة اللي بول مشغول فيها بتلف السلك حوالين رقبته وبتخنقه وهي بتصرخ فيه سيبها يا حيوان. وبعد ثواني دوت بتوقف وبول بيقع على الأرض ميت. نينا بتقف مصدومة مش مصدقة اللي حصل وبتصرخ في دوت قتلت بابايا قتلت بابايا. أوليفيا بتطلع بتشوف فيه ايه، والمفاجأة بالنسبة لها مش موت جوزها لكن انها أول مرة تسمع دوت وهي بتتكلم. في نفس الوقت ميشيل بتخبط على الباب علشان تاخدهم على حفلة المدرسة. البنات بيغيروا هدومهم بسرعة وبيخبوا اللبس اللي عليه دم في شنطة، وبعدها بيخرجوا على المدرسة كأن مفيش أي حاجة حصلت.
في الحفلة دوت بترقص مع كونور، بس كانت شاردة ومش مركزة معاه خالص. أما نينا فبتاخد الشنطة وبتستخبى في حمام المدرسة مستنية الحفلة تخلص. وفي نفس الوقت أوليفيا قاعدة في الأوضة بص على جثة بول من غير أي تعبير في وشها. واضح إنها ما بقتش بتحبه من زمان. كل اللي ندمانة عليه إنها ما كانتش شجاعة كفاية تحمي بناتها من الوحش اللي عاشوا معاه سنين. في مكان تاني كنور بينادي على دوت وهي ماشية في الحفلة، وبيتصدم لما بتلتفت له وبتبص في عينيه. ساعتها يعرف إنها كانت سامعة كل حاجة من الأول، وساعتها بيستوعب كمان إنها عارفة كل أسراره الوسخة اللي قالها قبل كده قدامها. بيتجنن ويزعق فيها: انت مجنونة، كنت بتتجسسي عليا. دوت بتحاول تعتذر بس هو بيزقها بعيد، ولما بتلاحظ انه مش هيسامحها دلوقتي بتقرر تسيبه وتركز في اللي اهم. بتروح تجيب نينا من الحمام وياخدوا بعض على مجرى مية صغير ورا المدرسة، وبيبدأوا يدفنوا الشنطة اللي فيها هدوم عليها دم، وبيفكروا يتخلصوا من الجثة بعدين. نينا بتسأل دوت: ليه عملتي نفسك طرشة كل السنين دي؟ بترد عليها: كنت عايزة أبقى زي بابا، هو كمان كان ما بيسمعش ولا بيتكلم. بعدها بيجروا بسرعة على البيت، لكن المفاجأة الأكبر كانت مستنياهم. البيت كله محاصر بالشرطة، وأوليفيا خارجة من الباب وهي مربوطة في الكلبشات. بيسألوها إيه اللي حصل، بتقول لهم بكل هدوء: أنا اللي قتلته. وبتبص لنينا وبتقول لها: أنا آسفة يا بنتي. الشرطة فاكرين إنها بتعتذر علشان قتلت جوزها، لكن نينا كانت فاهمة السبب الحقيقي ورا الكلمة دي. وفي المشهد الأخير البنتين واقفين بيتفرجوا على عربية الشرطة وهي ماشية بيها بعيد. لو كانت نينا هي اللي اعترفت العقوبة كانت هتبقى أخف بكتير. لو عجبك الفيلم اشترك في القناة لو عايز فيديوهات زي دي، وفعل الجرس وسيب لايك علشان تدعمنا. شكرا، سلام.